السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتي. ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير ويلقاكم هذا الفيديو في احوال جيده يا رب. كما راكم تشوفوا اليوم بدينا حلويات العيد الصغير. بديت لكم بهذه الوصفه تاع لي طاختولات بالشوكولا وبالطوفيا كراميل ولا نيسلي كراميل. يجوا بنان ويجوا شابين ومتحوفين وباهيين للعيد كما راكم تشوفوا. واهم حاجه انهم غير مكلفين، يعني غير نص سرطال تاع دهن خرجت لي اكثر من 55 حبه، يعني كفاتني في الحشو وفي العجينه عطاتني كميه كبيره. قبل ما نبدو في الوصفه نقول لكم ما تنسوليش غير الجيم وتتبعوا الوصفه الاخير باش تنجحوا فيها ان شاء الله. نبدو على بركه الله في المقادير. هنا اول حاجه نجيبوا المارغرين اللي نكونوا خرجناها من الثلاجه، يعني تكون بدرجه حراره الغرفه. غادي ندير غير 250 غرام، يعني العلبه تاع رطل نقسمها على زوج، واللي عندها العلبه تاع نص رطل دير نص رطل. نحطوا هذيك المارغرين هي اول حاجه. قلت لكم راهي طريه يعني ما تكونش في الثلاجه. ونزيدوا عليها كاس غير ربع تاع سكر كلاصي، سكر ناعم، كاس غير ربع، ما نديوهاش حلوه لانه فيها الطوفيه من الداخل. ونحتاجوا ثاني حبه تاع البيض، ثاني البيض نكون خرجته من الثلاجه. انا في الاسبوع تاع الحلويات البيض والدهن نخليهم برا، ما ندخلهمش كاع في الفريجيدير. ونزيدوا هنا ثاني صفار بيضه، يعني فيها حبه بيض وصفار بيض. وعندي تاني كما قلت لكم غادي نحشيها بالطوفيه. فضلت انني ما نديرش لافاني غبره، غادي ندير تاني عطر الكراميل. انا اللي ما عندهاش تنجم دير لافاني عاديه. ونزيدو تاني 4 كاس تاع الزيت العادي، 4 كاس فقط باش يكفينا في الكميه. كما قلت لكم 250 غرام، كي غادي نزيدو لهداك 4 كاس تاع الزيت غادي تعطيني كميه كبيره. انا درت كاع المقادير مع بعض لانه غادي نخدم بالباتور. هنا اللي ما عندهاش الباتور تبدا تحط غير بالحيه السكر مع الدهن، ومن بعد تزيد البيض والزيت. هنا غادي نخلط بالباتور حتى ينسجموا لي كاع المكونات يولي لي الخليط كومي بوماد والشكل تاعه يبيض. انا هنا غادي نواصل الخلط حتى لي يبيض لي القوام. شوفوا كيفاش ولا القوام تاعه ابيض، يعني قاع داك الدهان مع السكر مع البيض انسجموا. هنا سي بون، غادي نوقف الباتور ونبدو نضيفو في النواشف تاعنا. هنا غادي نبدو نضيفو الفرينه اللي نكونوا غربلناها غير بالتدريج، مع ربع مغرف صغيره تاع خميره كيميائيه، يعني ربع فرفاره. هذا مكان ما نكثروش الفرفاره باش يجونا، باش الشكل تاعهم يقعد هو ما يتخسروناش في الكوشه. ونقعدوا نضيفوا في الفرينه هنا غير بشويه، ما نديروهاش على ضربه حتى اللي نحسوا القوام تاع العجينه تاعنا يعني متماسك، ما هي طريه بزاف ما هي قاصحه. انا غادي نواصل نضيف الفرينه حتى اللي تنجمع لي العجينه تاعي. هنا العجينه راهي طريه البنات شابه. نروحوا معها غير بشويه حتى اللي تنجمع لنا العجينه. هنا سي بون، بعد ما نجمعت لي العجينه تاعي شوفوا كيفاش راهي. قلت لكم نخلو القوام تاعها اطري، يعني ماشي كاع طريه ليكيد وماشي تاني قاصحه حتى اللي تيبسنا في الفوخ. هنايا نجيبوا العجينه تاعنا، خليتها هنا ريحه غير واحد شويه لو طون اللي لميت الادوات تاعي. ونجيبوا العجينه تاعنا، شوفوا القوام تاعها كيفاش راه طري. اني وجدت لي كيسات تاني، هادوما لي كيسات اللي غادي نخدم بهم. هنايا القطر تاع الكيسات في الفوق هنايا 6 سنتيمتر، وفي الارتفاع 2.5. يعني اللي بغات تشري بهاد لي كيسات فيهم 6 سنتيمتر والارتفاع تاعهم 2.5. نجيبو شويه تاع عجينه كيما شفتوني ندير، نحلها غير شويه بيديا ونحطها في المول، يعني طريقه سهله. ونقعدوا نقلعوا في دوك الحواف. هنايا الشيلات ما نديروش العجينه رقيقه بزاف، لانه كون نديروها بزاف غادي تتكسر لنا في الفرن. وما نديروهاش غليظه تاني بزاف حتى اللي تبقى لنا خضره. ونقعدوا نسرحوا في دوك الحواف كاع غايه باش ناخذوا الشكل تاع المول. هنايا تحت نضغطوا عليها غايه باش تعطينا لا فورم غايه. غادي نعاود نوري معكم حبه. شوفوا نورقوا العجينه طريقه سهله يعني. ونسقموا في الحبه تاعنا كيما هاك. بطريقه سهله كما قلت لكم. انا غادي نكمل نخدم كاع الحبات تاعي بهذه الطريقه. شوفوا
العجينه ما راهيش رقيقه بزاف وما راهيش غليظه بزاف، يعني كيما راكم تشوفوا راه الحجم تاعها متوسط. انا هنا غادي نكمل نعمر كاع لي كيسات اللي عندي، ومن بعد كنا بعد ما عمرتهم هنا نجيبو كارفو ونبداو نثقبوا فيهم. كيما شفتوني درت هذيك الربع مغرف تاع الخميره، كون ما نثقبوهمش غادي يتنفخونا في الفوق. انا هنا غادي نخليهم يريحوا في الثلاجه واحد 10 دقائق، عاد كندخلهم يطيبوا، يعني نخلوهم في الثلاجه يريحوا، ومن بعد كي ندخلهم فرن يكونوا حميناها من قبل 150 درجه، يطيبوا لنا واحد ربع ساعه 10 دقائق كل وحده، والفرن تاعها يعني تعسهم. هنا بعد ما طيبتهم شوفوا خليت طابوا من تحت ومن بعد شعلت عليهم بالفوقه باش تحمروا لي هذوك الحواف كيما راكم تشوفوا، يدوا هذا اللون الذهبي اللي راكم تشوفوا فيه. هنا سي بون نخرجوهم ونخلوهم يبردوا بجي، يعني ما غاديش نخدم بهم دروك، ما غاديش نزينهم، قلبتهم كيما راكم تشوفوني في ديك الشبكه وخليتهم يبردوا. شوفوا هادو ثاني كنت طيبتهم وغادي نخليهم هنايا يبردوا لي. وهنايا بعد ما بردوا لي طاخ تاعي وجيت نزينهم، نجيبوا هذه الطوفيه كراميل انا شريتها واجده، درتها في البوش وجيت نعمر الحبات تاعي. هنا نعمروا حوالي نصف هكا، ولا ديروا مغرف، يعني مغرف تاع اكل ولا نصف كيما راكم تشوفوا فيا ندير، يعني نخلوا ليسباس باه نزيدوا نزينوها بالشوكولا ومكونات اخرى. انا هنا غادي نعمر كاع الحبات تاعي كيما قلت لكم في النصف تقريبا كيما راكم تشوفوا فيا ندير، ونخلوهم تاني ديك الطوفيه تشد روحها شويه. من جهه واحده اخرى رحت ذوبت هنا الشوكولا دادا بالحليب، ذوبتها وزدت لها 2 مغارف تاع الزيت، يعني 2 مغارف منها تردها لي خفيفه، منها باش الكميه تكفيني. انا هنا حقيت غير 300 غرام تاع شوكولا كفاتني باش عمرت هادو 55 حبه تاع لي طاخت كيما قلت لكم. نديرو في كل حبه مغرف تاع شوكولا كيما راكم تشوفوا، يعني طريقه سهله. وهنايا للتزيين جبت حبه تاع الكركاع نحطوهم من فوق في كل حبه كيما راكم تشوفوا. انا نحط الكركاع والشوكولا عادك ما نشفتناش باش تحكم لنا الحبه، لانه كنتي بس لنا الشوكولا ما غاديش يحكم الكركاع. نقعدوا نزينوا فيهم كيما هكا. هنايا تبغوا ديروا شوكولا بلون، تبغوا ديروا لوز، هنا لكم حريه الاختيار، انا فضلت نديرهم بالكركاع، وانتم لكم حريه الاختيار. انا هنا غادي نكمل كاع الحبات تاعي اللي مازال ما كملتهمش، انا عمرت معكم غير حبات باش نصور معكم، ونخلوهم ينشفوا في غرضهم، يعني حتى ديك الشوكولا تنشف والحبه تشد روحها، ونعاود نولي معكم باش نوريكم الشكل النهائي. وهنا هاودو لي طاخت تاعنا بعد ما نشفونا كيما قلت لكم، خليت هذيك الشوكولا نشفت لنا وجيت قدمتهم هنا معكم. شوفوا كي راه يبان الشكل تاعهم، يعني دوغي داين هذاك اللون الذهبي اللي قلت لكم عليه، وثاني الشوكولا كيما قلت لكم خليتها نشفت. هنا جيت نكسر معكم حبه، شوفوا الشكل تاعها كيفاش راه من الداخل، يعني الحبه تاع لي طاخت مقرمشه مع هذيك الطوفيه اللي راهي سائله، يجي الذوق تاعها بنين 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 بزاف البنات. نتمنى تجربوها هذا العيد وتخلوا لي رايكم في التعليقات وتنجح معكم يا رب. مبقى لي غير نقول لكم تهلاو في رواحكم الى فيديو اخر، وما تنسونيش تاني بالجيم والاشتراك اللي هي جديده وتفعيل الجرس الى وصفه من وصفات مطبخ مهرانيه. سلام.